اخيرا حققت حلم علي بقاله كام سنه نفسه فيه والله. اللي ما يعرفش يا جماعه، هو الفيديو ده ينزل قبل اللي جاي ولا اعمل ايه دلوقتي؟ لا قول احرق هنا. لا ماشي. تعال. الايفون ده جاي لي نشوه هديه، وانا كان كل وظيفتي ان انا اختار حاجه نضيفه واديها لنشوه. فهو مقتنع ان هو اللي جاب الهديه. هو معيش الدور، ما اعرفش ليه. واحده حبيبه نشوه خلود جايبه لها هديه في عيد الام. ربنا يخليك يا ما تحرمش منك ابدا، كل ام وهي بخير وسعاده وطيبه يا خلود يا حبيبتي يا خلود. شنو؟ يا خلود يا اللي جايبه الايفون ايفون 14 برو ماكس 15 16. هم شايفين التليفون؟ شايفين خلاص. رايكم في الكاميرا في فرق ولا لا؟ وهتلاقوا هنا في حبوب وحاجات كنت مخبيها في المونتاج. ستولات. اتفضل يا حبيبي. العصير من جدع جامد. اشربي يا نشوه عصير وكلي كبده. اهو الدكتوره يا جماعه قايل لها تاكل كبده بس وعسل حوالين اسود. امبارح في المستشفى كانت حالتنا ايه، عايزه اقول لكم كان يوم بس الحمد لله عدى على خير. دي مركبين لها المحلول. انا جعان يا بنت. قاعدين ما نستحمر احنا وأنا جعانة. طول عمرنا عارفين ان اسمه ايه ده، ما حد يعلق محلول ما ياكلش. الدكتوره اجت قالت لها لا كلي عادي. طبعا المهم انا حسيت ان من اول رمضان ما عملتهاش قلت ما سمونا بسم الله. عملنا نطور اهو ونجيب ايفون للتصوير. جابوا من القاهره وانا جاي. الوقت ده انت اول مره تمسك فيها ايفون صح؟ انا مسكنا لنا دين انما احنا لا. جايبه لنا دي من سنين. انت اللي جايبها لنا. ايوه امال مين حد يجيبه لها غيري؟ لا اصل كانت تجيب لك انت ايفون. لا لا انا ما كنتش اول مره في حياتنا نجيب ايه. والله لولا ان هي جايبه لي هديه انا كنت دفعت فيه جنيه. عشت وشفت. انا صريحه خد بالكم جدا. عشت وشفت ماما ماسك ايفون. لكن ماما ما عرفتيش؟ يا اختي مسكتني. والله العظيم أنا العيال مصدق دول جايبين لي الكلام اقسم بالله من امبارح وابراهيم عمال يتصل بيا شيل لابسه. انا مش مصدق ثانيه يعني الايفون ده المفروض جاي ماما تمسك ايفون. وانا يا ولاد مش ان هي حاجه ولا مش ان هي يمسكوا اصلا. مش ان هي حاجه قليله، انما ما بتفهمش اي حاجه في التكنولوجيا. هي اخرها مثلا عارفه الكشاف اتصال كده ده اخرها، انما تمسك ايفون التكنولوجيا دي. عارفه تدخل زي الفيسبوك والله تقعد تتفرج. بعرف اتفرج على الفيسبوك ولا مين اللي معلمك المونتاج يا ولد؟ ابني ما ينكرش كانت حاجه قوي يعني دي ما فيش تاكلها من حاجه علي الحمد لله. لا احنا انت عايز ايه؟ بطاطس. انت لو مسكت المساحه اكلت امبارح. والله يا جماعه ما اكلت حاجه، اكلت بطاطس. شوف العيال وكسبها ازاي. هو الدكتور قال ايه؟ ايه؟ كلي كبده وما تاكلش اللي حواليك. ما تشربش شاي. ما تشربش قال لك كل كبده؟ وانت عيانه مالك برضه؟ والله يا ابني انا ما اعرفش النبي يا ابني انا زي الفل مش عارف. يا رب بتقول لي ان انت كنت قاعده مره واحده واغمى عليك. كلام كانت جايبه اخواتها البنات امبارح قاعدين عليهم متجمعين وقاعدين عليهم عشان تدوم اي هديه عيد الام. ونفرح وكده المفروض ونبل له الشربات. اغمى عليها 3 مرات قدام اخواتها. واخواتي يصوتوا ويعيطوا بصوا الحمد لله. كده حلو. والله باكل حاف كده حاف باكلها حاف. طيب عشان مش عايزه اعيش باكلها سلك حاف المكرونه. والله باكلها حاف. قلت الايفون ده جايب كل الفسافيس والحبوب. قلم روج يا ولد قلم روج يا ولد اسطورنا قدام فانزاتنا. بتدور على ايه؟ اشرب. والنبي معلش ايه ده حاسه حاجه ماشيه على راسك استنى وطي كده وطي شويه. لا بص الناحيه التانيه شوف الشعر الابيض كيف الايفون. قرب اعمل زوم. ايه الجاكيت الحلو ده؟ والله ما سرقه والله ما غدا غصب والله العظيم. ما ده بتعمل والله ما انا سرقه ده. بسم الله والله. بازوكا اقول له بس بقى انت واد مكياج واد على الفاضي. الزوجة عامل اهلنا اهو. اقول له اسكت بقى عادش تعمل بازوكا ده دفعتني 1000 وشويه عشان اكل بازوكا. هو ده اسم من عنده. انا بعد كده ما عدتش هزعل ان انا بروح ادفع عند البيك. بس غالي غالي قوي يعني. ارخص اكل في السعوديه ولا خلي بالك. ارخص اكل فعلا حقيقي ونضيفه وحلوه وجميله وبحبها. بس مشكلتي اني ما بحبهاش كتير. هي دي مشكلتي ما اعرفش الناس عندهم نفس المشكله دي ولا انا ما اعرف. لا علي لا كداب علي ياكلها كل يوم عادي. مش فراخ باكل 24 ساعه. لكن انا ما اعرفش اكل حاجه كتير. لا بس انا المره دي اول ما اخش السعوديه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله واعمل عمرتي اخلص عمرتي على مطعم الرومانسيه على طول. احنا غيرنا الهدف انت حابه قوي يا خرابي. ده كان عامل المره اللي فاتت الاكله اللي كانت طالعه بالبيكاتا
الاكل الصيني ده لا حبة ماليش اذواق، انا كنشوه ما حبيتهاش يعني ما حبيتهاش، لكن الوجبه الرئيسيه بتاعته اللي هي الكبسه حلو الصراحه. خلاص يا بس حبيبي. خلي بالك بيهتموا بالاكل حتى اللي بالذوق وبينزلوا لهم عصير يعني شو العالم اقسم بالله. طب هقول لك بقى عاملين، انا كده بعمل له اعلان صح؟ ولا أكيد. انا محتاج مني اعلان؟ استنى علينا يا شيخ. اصل في ناس انا ما بقول لحد انا اعمل لي اعلان يا جماعه، في ناس تزعل تقول لي، في ناس اخده الموضوع ده اي نشوه بتجيب والله ما اعلان ولا حاجه، اعلان بيبقى باين ان هو اعلان الاعلان معروف. معروف. بتفرج عارف النوع وعارفه، لكن انا الحاجات اللي بقول لكم على اسم مطعم حاجه ده تجربه بس. مستضيفين من بقى ايه ماما عاشور ومين؟ ما تعرفش حد منهم. ده الراجل ده، بص الخص لك الموضوع ده شكله الراجل ده اسمه مي عاشور، لا ده اسمه ميدو. ده ميدو. فين مي عاشور؟ امام عاشور يا ماما. امام عاشور والله ما سمعتها. هم كذا رجاله، هيبقى واحد منهم مش مميز. هو بيقول لي مي عاشور انا سمعتها. بص الخص لك الموضوع دوت الوقت محترف وهو بيلعب. مدول لعيب كوره يعني. ده الوقت يعني ايه بيعرف يلعب. فميدو ده كان زمان بيعرف يلعب، كان زمان انما الوقت مبطل، فبيغير مين؟ من اللي هو الوقت بيعرف يلعب اللي هو امام عاشور. فهمت؟ بس هقول لك حاجه، مع انه بطل بس بيغير برضه. والله امير ممكن ناس زهقت بتحبه ويقعدوا يزعقوا. دي اذواق يا جماعه، مش شرط اللي هو قاله يعني يكون صح. اذواق. اخوات ماما كانوا امبارح كلهم متجمعين. صعبان عليا ردي. بس حطهمش امبارح معانا. احنا كنا جايبين السحور كان هيقضوا اليوم كله مع بعض. طالبين ايه بقى؟ هم كل واحد فيهم طالبه حاجه معينه للسحور، وطالبين سحور بقى على مزاجهم انواع معينه. نرمين لا، نرمين اختي بقى اغلى واحده تطلب، اغلى واحده تطلب حاجه. نرمين اختي انت طالبه اللي ايه؟ اطلبي. لا انا نرمين بقى عرفتها. نرمين ما شاء الله اطلبي. بص نرمين تجيب لها وتحطها قدام الامر الواقع. قولي نرمين اطلبي تبعت لك لسته قد كده طلبات. تحقق امنياتك. تحقق امنياتك. امبارح كل واحد ادى للتاني هديه عيد الام صح؟ كان احساس حلو قوي. امبارح نرمين اختي طلبت بيض مقلي بالزبده ومش مستوي قوي وعليه جبنه رومي شرايح من فوق. حلو. ومعاه والله جبنه. مزاجها حلو. لا دي مزاجها دي فظيعه، دي اكيله. بس غالية. ما هي غاليه ما هي بتحقق الحاجات الامنيات. وطبق جبنه بالزيتون. بالزيتون من الغاليه؟ من الغاليه اللي هي برطمان. لا والله. ومعرفش جبنه ايه، دي طلبت كده. المهم يعني محضره السحور من قبل ما امشي، وجاي لنا جت هما يجوا وانا حاطه السحور، مش حاطه السحور يعني محضره في الثلاجه، قلنا ساعه السحور ايه نطلعه. ومتفقه مع اختي الاصغر اللي اكبر مني على طول اللي هي الصغيره بتاعتهم، قلت لها انت اللي عليا تحضري السحور انا ماليش دعوه. وتوتي نضفوا بنتي اختي الكبيره بقى بنتها كتر خيرها والله، عملوا لها البيت امبارح نضفوا لي البيت وخلوه زي الفل، ودي كانت في المطبخ ودي كانت في الصاله والشقه، ولمعوا لي الشقه والمعطر استخدموا كميه منظفات اخواتي. انا بص مش صعبان عليا حاجه غير المنظفات اللي هم اخدوها، لان انا بصي انا تاخد عيد من عيال وما تاخدش مني شويه بس منظفات. انت لما بتاخدي غسيله او تعملي حاجه بتحط عينات. هم كبوا بقى يعني ايه ابو بلاش كتر منه. المهم فبعد ما ايه قلنا هنصحر فجاه تعبت، يفوقوني واقعد دقيقتين كده وهي اقع لهم تاني، يفوقوني واقعد دقيقتين وكده اقوم يوقع لهم. فقالوا لي بقى لا، بعتوا جابوا دكتور للبيت والله هنا، دكتور محترم ربنا يبارك له. اجا بسرعه. اجا بسرعه. لا بس حد يروح يجيبه بالعربيه. والله فبعتنا حد جابه بالعربيه واجا قعد بقى ما هحكي لكم. قعد فبقول له بقول لي مالك؟ قلت له والله انا زي الفل، الناس دي عمالين بيتكلموا عليا. قال لي يعني هم امشي؟ قلت له لا ما تمشيش. قلت له بس الناس دي بيتبلوا عليا. دايخه، كنت صايمه، كنت مسافره ما فطرتش، جيت هنا بعد العشاء ما كنتش فطرت، وانا جايه على الطريق عشان ما فطرتش شربت قهوه. فبديهي دايخه، بديهي اي بني ادم طبيعي عنده هذا الاوبشن، مش يستاهل اللي هم بيعملوه، هم افوروا. قال لي وشك ده بيقول ان انت عيانه عيان. قلت له عيانه ولا بتاع. المهم فالتحاليل بقى بتاعتي كنت محللاها وريتها له، بس كبر لي قعد يقول لي بقى لا ده انيميا حاده، يعني ايه انيميا اقل من 6 والستة مفيش حد بتهزري، مفيش حاجه كده، مفيش انيميا كده، انت لازم دلوقتي حاله الطبيعي ان انا اقول لك لازم نروح المستشفى تعلقي دم دلوقتي ومحاليل ومش عارفه ايه وتركبي دم وكتري اكل ولو بتعملي دايت تبطلي وما تشربيش الشاي. ممنوع تشربي شاي، وقفي مفيش دايت، ما تعمليش دايت دلوقتي. انت كام كيلو؟ قلت له انا 87. قال لي بس تقفي على كده، واللي مش عاجبه مش عاجبه مش عاجبه شيء.
بس انا برضو لا ما اعرفش بقى عن كده يعني. المهم لقيته بيقول لي تخفي كلي كبده وكلي عسل اسود وكلي مش عارفه ايه، ولازم تروحي دلوقتي تعلقي طبيعي. انما وضعك ده ما ينفعش تسافر السعوديه وانت كده. ما ينفعش تسافر هتنفذ السعودية. اللي انا بقوله ممكن تسافري، غير كده مش وانا مسافره كمان 3 ايام بالظبط. فقلت له طيب الحل ايه؟ العلاج. العلاج اول حبه ميه، فكان لازم اخد 3 منه الصبح و2 منه بعد الفطار. انا هاخد ال5 كلهم دلوقتي ازاي؟ والله اللي هو ده ما هو انا كنت صايم. قال لي طبعا تستري. قال لي اساسا حاله الانيميا اللي عندك دي وما كنتيش بتاخدي لها علاج كان ممنوع تصومي، ممنوع منعا باتا تصومي. قلت له احلف بالله. قول والله. دلوقتي انا كده اخدت التصريح، بس انا طبعا مش هعمل كده، هصوم طبعا. بس يعني فتره كده في المهم يعني فايه، فقطعني بقى علاجات وكده والجو ده، وبقيت زي الفل. قال لي لازم تروحي دلوقتي تعلقي محاليل حديد. رحت علقت المحاليل الحديد دي، رخمه قوي، رخمه يعني. جنة جت علق لها الوقت واحد. وبعدين قلت له ما انا ما عادش على المستشفى. فده بقى يسكت ما يسكتش، بعت لي جاب لي بنت اخته عشان تعلق لي بقيه المحاليل. بتقول لك اشطر منهم مع الوقت في جنة شطوره طبعا. امبارح صوفي اجى المستشفى والله العظيم يعني سبحان الله تحس ان الواد ده بيفهم. قاعد عامل لنشوه كده. بصوا هو مستنظر ان هو انا مش عارفه في مشكله الدكتور. انا مش عايزه اتصل بيه اقول له المفروض ان انا اروح اعلق محلول عادي زي ما الناس كلها بتروح تعلق محاليل. حاجه عاديه، حاجه عاديه جدا. كمان ليه يديني مخدر؟ افهم. فالولد قاعد عامل لها كده، هو متعود ان نشوه لما تشوفه تروح تسرسع له وتهزر معاه، فالولد قاعد عامل لها كده نلعبه ونشغله، يقوم سايبنا ورايح قاعد عامل لها كده. زي ما يكون بيقول في حاجه مش طبيعيه، هي ساكته لا كده النهارده. فين الست اللي بتسرسع؟ هما جالكم المستشفى امبارح؟ والله وجابوا سحور. والله؟ جوز حول. انا والناس صحابنا ابني جاب امبارح لنا سحور بسكوت وزبادي وشيبسي. اصل احنا فاردين يعني هنجيب عيش وجبنه ولا مش محتاجين. والله قالوا كده بس هو ما رضيش. صحة بسكوت وشيبسي؟ اليوم كان عدى وبدكم بتفطروا وزبديه واو. ربنا ما يحرمنا. تعرفش من كده. لا بس ليه بقى عاطيني ولاد حد يعرف؟ اكتبوا لي والله انا قلت لكم في عالم نشوه عايزه اعرف. واكتبوا لي دلوقتي ليه محلول حاجه عاديه بتتركب زي الناس، ليه ادوني مخدر؟ مش مخدر بنج، حاجه بتتوهها حاجه بصوا نملت جسمي نمل كده وقمت نايمه. ولا يمكن عشان انا كنت ضعفانه فهو. انت اولا ما كنتش اصلا، مش كنت مطبق مش عارف. قبلها بيوم كامل يعني. والله العظيم احنا مش عندنا كبده معموله في البيت واكل جاهز. انا في نظري معمول في البيت ده طعمه احلى كمان. احلى. وانت عم تجيبوا مش كلهم مع بعض. لا والله كان طعما حلو. لان كان بيبقى لا والله نضيفه. لا لا والله نضيفه قسما لا بالله. والله العظيم احلى فراخ بروست دقتها في البلد. وخلي بابا ما يخافش على الموبايل او كده، هو مش ابني. وعندنا اول محل. لما اجي المسه اكني هحذفه من البلكونه. امبارح بقى ظبطت له كل حاجه، نزلت على كل البرامج، يوتيوب، كل حاجه. عرفت تنزل منين؟ هنا دي كانت بتقول ما بينزلش من انا على امبارح الموبايل. اختي لا في حاجه بينها على بجد. جوجل مش هو الحاجات دي. الايفون يعني اللي بيجيب ايفون بيوديه لحد بتاع صيانه، اي حد خبير بينزل الحاجات دي. اعدادات جوجل وكده. خبير. طب انت نزلت البرامج منين؟ مش من على المتجر؟ ما بينزلهمش من على المتجر. هنا في برنامج اسمه ابل ستور اللي هو زي المتجر بتاعنا. ده عادي سهل يعني؟ برنامج ابو الدسوق ده ايه؟ او الدسوق ده هو اللي يجي يوديني المستشفى. حلو ابقى ابعت لك رقم. وايفون عامله برنامج اسمه ابو الدسوقي. قوم روح قوم انزل عش الارض اللي من اهو وهات لنا رغيفين فول وانت جاي وتقول رغيفين فول. المهم يا جماعه اللي عايز ينزل حاجه من على الايفون في برنامج اسمه ابو الدسوقي بيظبط لك الدنيا دي. من ابيك الدسوق ده. بس في مشكله ما في الايفون برضه، ان يعني انت متعود على تليفونك 24 ساعه بتنزلي برامج متهكره وكده، دوت ما بينزلش. يعني مثلا ما شغاله في هاكر والكلام ده، الايفون مش موجود في الكلام ده. دي شكل واحده دي ده دلوقتي ما الادمن تعك الله 5 حسابات. ده الادمن هيعيش مأساة عمره كلها في ايه بقى؟ ان هو في حاجه عايز يعملها لي، يعني حاجه سريه. الحاجه السريه اللي على التليفون دي مفيش حد في الحياه عارف ارقامها ولا الباسبورات بتاعتها غيري. اللي انت نسيتيه. عشان انا الوحيده اللي ايه الحاجات دي تخصني انا. فاهمين؟ فمحدش عارفها غيري. انا بقى مش عارفه ذات نفسي. احنا كنا في الحته دي. انا غيري بقى. انا بدات زيكم. فقدام ده 3 ساعات انا وعم الادمن. طبعا هو اكيد هيشتم في سره بس هو مش عارف يشتمني حقيقي، هو صوتيا هيشتم في سره. فعمال ما يعرفها
هو يكتشفها مع نفسه. شايفين الكاميرا؟ الواحد شبع من زمان، بس من حلاوه الاكل الواحد مش عايز يشرب. شايفين الكاميرا؟ كل كبده الحفكر اهو زي ما الدكتور قال. انا من عندي انيميا. حمل برضه. مع السلامه يا جماعه. ويقولوا الشعر ابيض. لا اشوف بيجيب الحبوب ولا لا. عجوز. لا استنى الجنب ده. عجوز وعجز ما عادش نام. وبقى راجل كبير. والوقت ده يجيب الامل اللي في شعرنا. اعمل مني ما انت بتقعد تعمل كده اهو.